بيبدأ الفيلم مع بنت جميلة اسمها دالي، واللي بتكون من أشهر البنات في المدرسة بتاعت الثانوي. والمدرسة اللي دالي فيها دي مستواها عالي جدا وما بيدخلهاش غير أولاد الأغنياء وبس. لكن دالي بقى بتكون دخلت المدرسة دي عن طريق منحة دراسية، لأنها بتكون من أسرة متوسطة ومش هيقدروا يتحملوا تكاليف المدرسة الغالية دي. وبعد ما انضمت للمدرسة دي اتشهرت جدا وخلت الطلاب كلهم يحبوها. لكن برضو زي ما بيكون في طلاب بيحبوها، بيكون في طلاب تانيين بيكرهوها وبيغيروا منها جدا، وشايفين ان هي ما تستحقش الشهرة دي، وكمان ما تستحقش تبقى من المدرسة دي اصلا. وده طبعا لانها اقل من مستواهم بكتير. لكن دالي بقى ما بتهتمش بالكلام ده كله، وبتكون في حفلة وبتستمتع بوقتها هي واصحابها. وبعد شوية بيدخل حبيبها ماكس وبيعتذر لدالي على تأخيره، وبيطلعوا بقى سوا يحتفلوا مع بعض هي واصحابها. وبعد الحفلة بيرجع كل واحد على بيته. وساعتها بقى ماكس بيطلب من دالي ان هي تصور له فيديو نودز، ورغم ان دالي كانت رافضة في الاول، لكن هو فضل مصمم وفضل يزن عليها وبيستغلها لحد ما وافقت. ولما بيجي بقى تاني يوم في المدرسة، بتروح دالي للمدرسة وبتلاقي كل الطلاب بيبصوا عليها وبيكونوا مركزين جدا معاها. هي ساعتها في الوقت ده بتبقى مش فاهمة ايه اللي بيحصل، لحد ما ترى صاحبتها بتقولها ان في فيديو فاضح انتشر ليها في المدرسة كلها. وهي بعدها لما بتشوف الفيديو بتعرف ان ده الفيديو اللي بعتته لماكس، فبتروح له وبتواجهه وهي متعصبة عليه جدا، وبيقول لها ان هو حد اخترق تليفونه ونشر الفيديو من عليه، وان هو بيحبها ومستحيل يعمل معاها حاجة زي كده. لكن دالي بقى مش بتصدقه وبتضربه قلم قدام المدرسة كلها. طبعا بعد الموقف ده اول ما المديرة بتعرف بتستدعي دالي لمكتبها، وساعتها دالي بتحكي لها على كل حاجة وبتقول لها ان هي اللي عملته ده في ماكس بسبب رد الفعل اللي هو عمله فيها قبل كده. ساعتها المديرة بتقول لها ان هي متفهمة عصبيتها ومقدرة الموقف اللي هي فيه، لكنها بتقول لها برضه ممنوع اللي هي عملته ده، وكان المفروض تيجي تشتكي لها بدل ما تتعامل مع الموضوع بالطريقة بتاعتها دي، لانها كده ضيعت حقها. وبتقول لها بعدها كويس ان الموضوع عدى من غير مشاكل، وده بقى لان ماكس من عيلة غنية جدا وعندها نفوذ، واهانتها ليه قدام المدرسة كلها كده الموقف ده ممكن ما يعديش بالساهل. فبتعاقبها المديرة وبتلزمها بالخدمة الاجتماعية في المدرسة، وبتحذرها ان لو حصل اي خناق بينها وبين ماكس تاني هتطرد من المدرسة نهائي. بعدها دالي بتمشي من مكتب المديرة وهي متضايقة جدا، لانها كده مش هتعرف تاخد حقها من ماكس. وكمان بعد الموقف ده اصحابها كلهم اتجنبوها وبدأوا يبعدوا عنها بسبب الفضيحة اللي حصلت ليها. وكده من اللحظة دي بدأت حياتها تتدمر. وبعد ما كانت مشهورة في المدرسة ومحبوبة، بدأت تدخل في حالة اكتئاب شديدة ومش عارفة تتخطى الأزمة دي، لحد ما قررت إن هي تصب كل غضبها على الدراسة وتهتم بمستقبلها. وبعدها بتقرر تنضم لفريق التنس الخاص بالمدرسة، وهي عملت كده علشان ده هيزود درجاتها. ساعتها كل البنات بتبقى مستغربة من جرأتها. وفجأة وهي قاعدة لوحدها بتجيلها بنت جديدة في المدرسة اسمها نورة، وبتقولها بقى إن هي سمعت البنات وهم بيتكلموا عليها. وبتقولها كمان إن اللي نشر الفيديو بتاعها في المدرسة بنت اسمها إريكا. ساعتها أول ما ديلي بتعرف كده بتقرر تنتقم من إريكا، فبتحط لها مخدرات في شنطتها وبتبلغ إدارة المدرسة عنها. وهم بعدها لما بيلاقوا معاها المخدرات بتطرد من المعسكر، وكمان بيرفضوها من المدرسة خالص. إريكا بقى ساعتها بتبقى متأكدة إن دالي هي اللي عملت فيها كده. المهم بعد انتهاء المعسكر بتركب دالي عربيتها علشان تمشي، لكن عربيتها بتكون عطلانة، فبتيجي نورة وبتعرض عليها توصلها. فبتفضل دالي ساعتها ساكتة طول الطريق، لكن نورة بتحاول تتكلم معاها وتتعرف عليها أكتر، وبتقول لها بقى إن الفضيحة اللي حصلت لها دي ممكن تحصل لناس كتير، وإن هي حاسة بيها لأنها تعرضت لفضيحة زيها كده من فترة، لكنها قدرت تتخطى اللي حصل لها وهي حاليا بتعيش حياة جديدة. فبتنصحها بقى تعمل زيها وتنسى اللي حصل لها قبل كده. ساعتها دالي بتبدأ تستلطف نورة وبيتعرفوا على بعض أكتر، وبيروحوا يتغدوا سوا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض كتير وبيحكوا لبعض عن حياتهم الشخصية. وفي يوم من الأيام دالي وهي رايحة المدرسة بتروح بتتفاجئ إن ماكس ارتبط بصاحبتها تارا، فبتضايق جدا لكنها بتحاول ما تبينش إن هي متأثرة بأي حاجة وبتتعامل عادي. وبعد ما تروح لاجتماع الطلبة في المدرسة بيطلع ماكس على المسرح وبيعتذر لدالي على الفضيحة اللي اتعرضت ليها قدام كل الطلبة. وبعدها بيعلن إن هو قرر يأسس نادي لدعم وتشجيع كل الطلاب اللي اتعرضوا لفضايح زي دالي كده. وطبعا دالي بتبقى محرجة جدا وهي في الموقف ده ومش عارفة تتصرف إزاي، لحد ما قررت تنسحب بهدوء من الاجتماع. ولما بتروح الحمام بتروح نورة وراها علشان تطمن عليها. ساعتها دالي بتقول ان الاشخاص اللي اذوها دول لازم يتعاقبوا وياخدوا جزائهم، ونورة بتأيد رأيها علشان كده هم قرروا يتعاونوا مع بعض وينتقموا منهم. وبما ان مفيش حد يعرف ان هما الاتنين اصحاب، فكل واحدة فيهم قررت تنتقم للتانية. وبعد كده بتبدأ دالي تقول لها ان هي لازم تغير شكلها، فبتبدأ نورة تقول لها ان هما ينفذوا انتقامهم ازاي، وبتقول لها بقى ان هما ممكن ينتقموا من إريكا، وهتكون هدف سهل جدا ان هما يشوهوا سمعتها ويقلبوا عليها اصحابها.
لكن اللي صعب في الانتقام منه هو ماكس، لأنه من أشهر الطلبة في المدرسة وكمان غني جدا. وقرروا بقى إن هم يعرفوا المدرسة كلها قد إيه هو حقير وبيخدع الناس بأسلوب الشاب اللطيف الوسيم. المهم دالي بتغير بقى شكل نورة 180 درجة وبتخليها تغير من تصرفاتها كمان علشان تبان إن هي من الطبقة الغنية. وبعدها بتروح للمدرسة وهي شكلها فعلا جذابة جدا وبتقدر تلفت الأنظار، خصوصا ماكس اللي بيتشد بيها وبيعجب بيها من أول ما يشوفها. وبالنسبة لدالي بقى بتتطوع في مزرعة المدرسة، وده علشان تقدر تقرب من إريكا أكتر. لكن إريكا مش بتديها فرصة وبتقولها إن هي لو عايزة تسأل في حاجة بخصوص النشاط في المزرعة تقدر تسأل المسؤول عن المكان اللي اسمه راس. ساعتها دالي بتفهم إن مش سهل خالص إنها تقرب من إريكا كده وتنتقم منها بالسهولة دي. لكن على الجانب التاني بقى بتقدر نورا بمنتهى السهولة إن هي تعلق ماكس اللي بيعزمها هنا على حفلة خاصة هيعملها في بيته. وطبعا أول ما دالي تعرف كده بتفرح جدا وبتبدأ تجهز نورا للحفلة. وساعتها دالي بتقترح عليها إن هي تروح الحفلة بمايو علشان تجذب انتباه ماكس أكتر. وفعلا هي بتعمل كده وبتقدر تشد انتباه كل الموجودين فعلا. وساعتها ماكس بيعجب بيها جدا وقرر بقى ياخدها ويقعد معاها لوحدها. وبيبدأ بقى يحكي لها إن هو ما بيحبش الحياة اللي هو عايشها دي، وبيضطر إن هو يتصنع شخصية تانية ويمثل قدام زمايله، وإن هو بقى مش لاقي حل للموضوع ده خالص، وبيبقى عامل نفسه متأثر جدا يا عزيزي كده زي ما أنت شايف. وساعتها نورا بتفضل تواسيه. المهم لما بيجي تاني يوم بتروح نورا تقابل دالي وبتحكي لها عن اللي حصل مع ماكس. وبتقول لها دالي بعدها ان هي اكتشفت ان إريكا هي اللي هتطبخ الاكل للمدرسه كلها يوم حفله التخرج. وبتفاجئها كمان وبتقول لها ان هي اكتشفت ان إريكا بتزرع مخدرات في مزرعه المدرسه. فقرروا بقى ان هم بدل ما يبلغوا عنها قرروا ان هم ياخدوا المخدرات دي ويحطوها في الاكل. وده بقى علشان فضحتها تبقى جلاجل في المدرسة كلها. بتعدي الأيام يا عزيزي وفي يوم حفلة التخرج بنشوف ماكس هو على المسرح وهو بيقول كلمة للطلبة. في نفس الوقت ده بتكون دالي قدرت تحط المخدرات في الأكل. ولما الأكل يتوزع للطلاب وياكلوا منه بيبدأوا ساعتها يعملوا تصرفات غريبة جدا والفوضى بتملى المكان. ساعتها نورا بتستغل اللي حصل ده وبتسرق تليفون ماكس. بعدها لما المديرة تسمع عن الفوضى اللي بتحصل دي والطلاب اللي مش في وعيهم فبتروح ساعتها تدوق الأكل اللي أكلوه. ولما تكتشف المخدرات اللي موجودة فيه بتروح على المزرعة بعدها بنفسها وبتلاقي ساعتها المخدرات مزروعة هناك. وده طبعا بعد ما جالها اتصال من شخص مجهول بلغ على إريكا وبيقول لها إن هي بتزرع بانكو في المدرسة. ولما يجي بقى تاني يوم بتقعد نورا مع دالي علشان يشوف المعلومات اللي أخدوها من تليفون ماكس. وساعتها بيعرفوا إن ماكس على علاقة ببنات كتير جدا في نفس الوقت. ساعتها بقى هم قرروا ينشروا كل الرسائل دي والصور كمان. لكنهم بعد ما فكروا قرروا يستنوا اليوم عيد الحب علشان الفضيحة تكون كبيرة. بعد كده بتروح دالي تقابل المسؤول عن المزرعة اللي اسمه راس اللي خلاص بقوا صحاب وبقى كمان في إعجاب متبادل ما بينهم وبدأوا يتعرفوا بقى على بعض أكتر. المهم عزيزي بتعدي الأيام وبيجي يوم عيد الحب وبيكون في اجتماع لكل الطلبة. وماكس هنا بيكون طالع كالعادة بيقول خطاب على المسرح. لكن بقى وهو أثناء ما بيقول الخطاب بتبعت نورا الرسائل والصور لكل الطلاب في المدرسة. ساعتها طبعا كلهم بيعرفوا إن هو كذاب ومنافق. لكن ماكس هو وأصحابه بيقدروا ينقذوا الموقف ده عن طريق إن هم بينشروا في المدرسة كلها إن ماكس وتارا في علاقة جديدة وإن هم الاتنين بقى مرتبطين وبيحبوا بعض. لكن كل واحد فيهم مدي الحرية للشخص التاني وبيقدر يكلم أي حد هو عايزه. وبيقولوا بقى عزيزي إن ده نوع من أنواع العلاقات المتحضرة. ساعتها الطلاب بيعجبوا بالكلمتين دول وبيصدقوا إن هي دي فعلا الحرية. طبعا دالي في الوقت ده بتتضايق جدا إن خطتها فشلت. لكن بقى الخبر اللي زعلها أكتر إن مديرة المدرسة بتبلغها إن ورقها اترفض في الجامعة اللي هي كانت مقدمة فيها. وده بقى لأن في شخص مجهول بلغ الجامعة بالفضيحة اللي حصلت لها. ساعتها هي بتحس بقى إن حياتها كلها اتدمرت وحلم حياتها كمان ضاع. فقررت بقى تنتقم بشكل أكبر المرة دي. لا وكمان بتبقى عايزة تنتقم كمان من كل أصحاب ماكس اللي ساعدوه. فبتروح بعدها دالي لنورا وبتقول لها إن في حفلة بتتعمل كل سنة للطلاب بيحصل فيها حاجات وحشة جدا. علشان كده كل اللي بيدخل الحفلة دي بيسلم التليفون بتاعه بره. وده بقى شرط دخول الحفلة. وده لأن الحاجات اللي بتحصل جوه بتبقى سرية. وكمان الأشخاص اللي هيدخلوا الحفلة دي لازم يكون متأيد في جامعة كبيرة. علشان كده دالي بتقول لنورا تقول في المدرسة إن هي اتقبلت في جامعة كبيرة علشان نورا تقدر تدخل الحفلة وتصور اللي بيحصل فيها. والناحية التانية هنا ماكس وأصحابه عملوا حفلة كبيرة جدا لنورا احتفالا بعيد ميلادها. ساعتها نورا حست إن هي فرحانة وإن عندها أصحاب كتيرة كانت فرحانة بيهم. ساعتها دالي لما بتعرف إن ماكس وأصحابه عاملين حفلة لنورا بتاخد راسه وبتروح للحفلة. ولما بتوصل بتاخد نورا على جنب وبتزعق لها وبتقول لها إن هي ما ينفعش تتخدع في ماكس وأصحابه لأنهم كدابين ومنافقين. فبتقول لها ساعتها نورا إن هم على الأقل اهتموا بيها وبعيد ميلادها مش زي ما هي عملت. ساعتها دالي بتحس إن نورا كده بدأت تعجب بماكس وبدأت تتخلى عنها. فبتتخانق معاها بقى وتسبب
تسيبها وتمشي. ولما بيجي الليل بتعطل عربية دالي مرة تانية، فبتتصل بورشة التصليح وبتقول لهم ان عربيتها عطلت زي المرة اللي فاتت، لكنهم بيبلغوها ان عربيتها سليمة، والمرة اللي فاتت كان في شخص كسر حاجة في المحرك علشان يعطل العربية. بعدها لما دالي بتربط الأحداث ببعض بدأت تفتكر ان نورا كانت جنبها ساعتها وعرضت عليها ان هي توصلها، وان هي كانت عارفة ان العربية هتعطل، وحست كده ان هي مترتبة. ولما بيجي تاني يوم بتقرر دالي ان هي تروح تزور إريكا، لان على حسب كلام نورا هي كانت صاحبتها قبل ما تفضحها. ساعتها بقى عزيزي بتعرف ان نورا اسمها الحقيقي اشلي، واشلي دي هي البنت اللي دالي زمان طلعت عليها اشاعات، وساعتها هي اتفضحت فضيحة كبيرة، لكنها بقى قررت تغير شكلها وانضمت للمدرسة باسم تاني. ساعتها دالي طبعا بتستنتج ان نورا رجعت للمدرسة علشان تنتقم منها هي، وان هي بقى ورا كل اللي بيحصل لها ده. بعدها هي قررت تروح تواجهها بالحقيقة دي، فبتتفاجئ ساعتها لما بتقولها ان هي فعلا دمرت حياتها زمان لدرجة ان هي جابت لها صدمة نفسية، لكن دلوقتي بقى هي هتنتقم منها على كل اللي عملته فيها قبل كده، وهتدمر لها خلاص حياتها بالكامل. فبتقولها دالي ان خلاص حياتها اتدمرت، وان هي خلاص مش هتنضم للجامعة اللي بتتمناها، لكنها بقى بتقولها ان هي هتدمرها كمان اكتر، وبتقولها بقى ان هي حكت لراس على كل حاجة. دالي بقى لما بتعرف كده بتقلق جدا وبتكون خايفة ان راس يبعد عنها، فبتقرر تروح له وتوضح له كل حاجة. لكن وهي في الطريق بتعمل حادثة، ولما تتنقل للمستشفى وبتفوق بتلاقي راس جنبها، وبعد ما يطمن عليها بيقولها ان هو عرف حقيقتها وخلاص هينفصل عنها. ولما بيمشي بتدخل نور عليها وبتقولها ان هي هتاخدها معاها لاجتماع القبول في الجامعة، وده علشان نورا بتبقى مخططة ان هي تخلي دالي تصور كل اللي بيحصل في الاجتماع ده وتنزل الصور دي وتفضح الطلاب كلهم، وساعتها الطلاب يعرفوا ان دالي هي اللي فضحتهم وينتقموا منها هي بطريقتهم بقى. لكن دالي طبعا بترفض ان هي تروح معاها، لكن نورا ساعتها بتهددها ان هي تبعت الفيديو الفاضح بتاعها ده لاهلها، وساعتها بقى دالي بتخاف كده وبتجيب ورا. ولما بيجي ميعاد الحفله نورا بتلبس دالي فستان فيه كاميرا علشان تصور كل حاجه بتحصل، وبعدها بيروحوا سوا وبيسلموا تليفوناتهم وبيدخلوا الحفله. لكن ساعتها دالي بتفضل تقلل من نورا وبتتنمر عليها قدام كل اصحابها لحد ما نورا بتنهار وبتسيب الحفله وبتمشي. ساعتها دالي بتقرر تروح وراها وتعتذر لها على كل حاجه هي عملتها، وبعدها بتشيل الكاميرا من فستانها وبتكسرها، وبتقول لها بقى انه احسن وقت عدى عليها في السنه دي وهما مع بعض، وبتقول لها فعلا ان هي كانت اقرب صاحبه ليها وحست معاها فعلا بمعنى الصداقه. نورا ساعتها بنلاحظ ان هي متاثره بالكلام ده لان هي كمان كانت مبسوطه بالوقت اللي قضوه سوا، وفعلا خلاص هي قررت تتراجع عن الافكار اللي في دماغها. لكن المفاجاه بقى عزيزي ان ماكس بيدخل عليهم هما الاثنين وبيقول لهم ان هو عارف انهم تامروا عليه، وده طبعا بعد ما فتح تليفوناتهم اللي سلموها بره، وبعدها بيعترف ان هو اللي نشر الفيديو بتاع دالي، وهو اللي قرر يشوه سمعتها بنفسه علشان خلاص زهق منها. وبعدها بيعرفوا ان هو يرجع للحفله ويكمل سهرته وبكره هيفضحها في المدرسه كلها. لكن اول ما يمشي بقى بنشوف ان نورا بتضحك لانها كانت حاطه كاميرا تانية في فستانها، وخلاص هي قدرت تسجل كلمه ماكس اللي قالها. ولما بيدخلوا الحفله بيعرضوا الفيديو ده للطلاب اللي في الحفله كلهم، وهم ساعتها فعلا كلهم بيقلبوا عليه وبيعرفوا ان ماكس ده طلع شخص حقير، وهو ساعتها ما بيبقاش عنده اي مبرر يقدر يقوله. وبعدها دالي ونورا بيقعدوا يحتفلوا سوا بنجاح الانتقام من الشخص ده. ولحد هنا عزيزي بيكون خلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش ترزع لك كلمتين وتشترك في القناه علشان يوصلك كل فيلم جديد.